قبل ما نبدأ صلوا على النبي، واللي ناسي صلاة يقوم يصليها الأول، لأن اللي هيتحكي دلوقتي مش مجرد قصة، دي صدمة حقيقية. تخيلوا تصحوا في يوم تلاقوا حياتكم كلها اتدمرت بسبب أقرب الناس ليكم، تتظلموا وتطردوا ومحدش يصدقكم. دي مش مجرد قصة، دي حقيقة حصلت مع هبة اللي عاشت أسوأ أنواع القهر، لكن بدل ما تنهار قررت تعمل حاجة محدش كان يتوقعها. النهاردة هنحكي قصتها واللي هتخليكوا تعيدوا التفكير في حاجات كتير جدا. ما تفوتوش ولا ثانية من الفيديو. أنا اسمي هبة، عندي 26 سنة، اتجوزت من 5 سنين. كنت فاكرة إن الجواز راحة وسكن، حد يطبطب عليا ويكون سند في الدنيا، لكن للأسف لقيت نفسي في حرب مش فاهماها ومش فاهمة سببها، والعدو الوحيد فيها هي حماتي أم فتحي. يوم كاتب الكتاب كنت فرحانة قوي، قلبي بيرقص من فرحة، وأهلي كانوا فرحانين بيا، وفتحي كان شكله طاير من فرحة. لكن وأنا قاعدة جنب حماتي حسيت بنظرتها اللي مش عارفة أوصفها. كانت نظرة امتحان، وكأنها بتقيس كل حركة وكل كلمة بقولها. حتى اليوم على خير، لكني كنت حاسة إن في حاجة مش طبيعية. أول ما دخلت بيت جوزي اللي هو في الحقيقة بيت حماتي بدأت المشاكل. أنا كنت متعودة في بيتنا على الحرية، أعمل اللي أنا عاوزاه، أدخل المطبخ وقت ما أحب، أرتاح وقت ما أحب. لكن هنا الوضع كان مختلف. أول يوم دخلت أوضتي عشان أرتاح بعد الفرح زي أي عروسة في الدنيا، لقيتها دخلت ورايا وبتقولي: انت ناوية تنامي؟ يا ماما، اليوم كان طويل وتعبت. وانا كنت طول اليوم واقفة على رجلي وبرضه ما نمتش. بس الستات الشاطرة ما بتنامش وتسيب جوزها لوحده. حسيت ان الكلام فيه نغمة تضييقة، بس قلت يمكن بتتكلم عادي. قمت اخدت دش وخرجت، لقيتها قاعدة مع فتحي تتكلم معاه وكأنها بتحاول تلهيه عني، وكل شوية تقوله: حاسس بتعب يا حبيبي؟ طب تعالى اشوف لك مشروب يريحك. اول مرة حسيت ان وجودي مش مرغوب فيه، بس قلت مش مشكلة، يمكن بتحب ابنها قوي، ده طبيعي، ما هي امه في الاخر. لكن مع الوقت عرفت ان اللي كان بيحصل ده مجرد البداية. من تاني يوم جواز بدأت افهم ان حياتي مش هتكون سهلة، وان العيشة مع حماتي حرب نفسية باردة. بس انا وقتها كنت لسه مصدقة ان كل حاجة ممكن تتصلح بالصبر والحب. صحيت الصبح على صوتها بتزعق في المطبخ. قمت مفزوعة وخرجت أشوف في إيه. لقيتها واقفة وماسكة كوباية الشاي وبتقول بصوت عالي كأنها بتكلم الدنيا كلها: هو أنا اللي هفضل أخدم في البيت ده لوحدي؟ الستات تقوم تساعد، ولا العروسة جت عشان تتدلع؟ حسيت إن الكلام مقصود ليا، وكنت عاوزة أرد وأقول: يا ماما، أنا لسه عروسة ولسه متعودة على بيت جديد. بس قلت هدي اتصرفي بعقل. دخلت المطبخ وقلت لها بابتسامة: لا طبعا يا ماما، أنا هساعدك، قولي لي أعمل إيه. بصت ليا بنظرة استخفاف وقالت: انتي انتي أصلا تعرفي حاجة؟ شكلك متعودة على الدلع عند أمك. بس هنا لأ، البيت ليه نظامه، والست الشاطرة بتبان في بيت جوزها. دلعت الإهانة وقلت لنفسي: مش مشكلة، هي عاوزاني أثبت لها إني شاطرة؟ طب ماشي هوريها. بدأت أشتغل معاها في المطبخ، بس كل حاجة كنت بعملها كانت بتتعامل برمق لاذع. لو قطعت البصل تبصلي وتقولي: ايه ده، هو ده تقطيع؟ ده البصل لسه عايشة. ولو حطيت الملح تقول: يا ساتر، هو احنا في ملحة؟ ده الأكل بقى زلط. وأكتر حاجة كانت بتستفزني إنها مهما كنت بحاول أرضيها كانت بتقول لفتحي حاجات تخليني قدامه مقصرة، زي مثلا: يا ابني، مراتك بتساعدني، بس بصراحة لسه محتاجة تتعلم حاجات كتير، ربنا يصبرني. كان بيشتكي مني وانا قدامها واقفة مش عارفة اقول ايه. فتحي كان بيبصلي بحيرة، لا هو عارف يزعل مني ولا عارف يرد على امه. كنت مستنية منه يدافع عني، يقول كلمة تخفف عني، لكنه سكت، وسكوته كان بالنسبة لي أسوأ من كلامها. عدت الأيام وبدأت أفهم إن كل ما أحاول
أكون كويسة. كل ما حماتي بتلاقيني نقطة ضعف لازم تستغلها. كنت بحاول أكون البنت الطيبة اللي تكسبها بالحسنى، لكن الظاهر إن الطريقة دي مش نافعة، وإني لازم ألاقي حل قبل ما أعصابي تنهار. الأيام كانت بتعدي، وكل يوم كنت بصحى وأنا نفسيتي تعبانة أكتر من اللي قبله. كنت بحاول أقنع نفسي إن حماتي تتغير مع الوقت، وإنها ممكن تحبني لو شافت مني الخير، لكن الظاهر إن المشكلة مش فيا، المشكلة إنها مش عاوزة تحبني أصلا. في اليوم اللي بعده، بعد ما فتحي نزل الشغل، لقيتها داخلة عليا الأوضة بوش مكشر، وقعدت على الكرسي اللي جنب السرير، وقالت لي: انت مش ناوية تفوقي بقى ولا ايه؟ افوق من ايه يا ماما؟ من الدلع اللي انت فيه، من الدلع اللي انت فيه ده. فاكرة ان الجواز فسحة ولا ايه؟ الست الشاطرة تصحى من بدري، تعمل الفطار لجوزها، تشوف طلبات البيت، مش تصحى الساعة 9 كأنها هانم. حسيت بإهانة جامدة، بس قررت مدخلش معاها في مواجهة خالص. قلت لها بهدوء: بس يا ماما، فتحي نفسه قال لي إنه مش بيحب يفطر بدري، وأنا بصحى أعمل له الغدا اللي بيحبه. بصت لي بنظرة كلها تحدي وقالت: وانتي مصدقة كل اللي بيقوله؟ الرجالة تحب الست الشاطرة اللي تخاف على جوزها، مش اللي تاخد كلامه على عبطة. حسيت إني لو فضلت أرد هتقوم معركة، فقلت أسكت وأسيبها تفضفض. لكن للأسف ما كانتش في فضفضة، كان في كلام بيتقال عشان يهد حيلي أكتر. بقت أخد بالي إنها بتقلب فتحة عليا بأسلوبها، كل شوية تقول له: مراتك مش بتعمل، مراتك مش بتخلي، مراتك مش بتتلي، مراتك تعباني، مراتك وجعت دماغي، مراتك مش عارفة تطبخ زي الناس. يا ابني خدها عند أمها تتعلم شوية. ما بقتش تهتم بيك زي الأول، الجواز خلاها تتغير. وبدأت أحس إن فتحي نفسه اتغير، بقى يشوفني بنظرة شك، كأنه بقى مقتنع إن في حاجة غلط فيا. بقيت أسمع منه جمل زي: ما تزعليش ماما، خليكي حنينة معاها، انت عارفة إنها ست كبيرة وتعبت في تربيتنا، حاولي زعلي منها، دي لمصلحتك برضو. وكل مرة كان بيقول فيها حاجة زي دي كنت بحس إن لوحدي في الحرب، وإن مفيش حد في صفي. وفي يوم حصلت كارثة قلبت حياتي كلها. كان اليوم ده مكنتش هنساه، كان المفروض يبقى يوم عادي، لكن انتهى بمصيبة قلبت حياتي كلها. صحيت الصبح على صوت خناقة في الصالة، قلبي وقع في رجليا. خرجت بسرعة لقيت حماتي واقفة وبتزعق لفتحي، ووشها محمر من الغضب. أنا خلاص زهقت يا ابني، البيت ده بقى فوضى وأنا ما عادش أتحمل. فتحي كان واقف حيران مش فاهم هي مالها، فسألها بهدوء: في ايه يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ بصت لي بنظرة غضب وقالت: مراتك مراتك يا حبيبي كسرت الطبق اللي أبوك الله يرحمه كان بيحب ياكل فيه. أنا وقفت مصدومة مش مستوعبة هي بتتكلم عن ايه أصلا. بصيت ناحية المطبخ لقيت طبق مكسور فعلا، بس أنا ما كنتش حتى دخلت المطبخ من الصبح. بس أنا يا ماما، ما ايه، ما دخلتش المطبخ صح؟ يبقى مين اللي كسره؟ أنا. تتهمي فيا طبعا، كل مرة كده يا ابني، تتهم فيا يا ابني وانا غلبانة يا ابني، تضربني وتشتمني وتبهدل فيا يا ابني، امك مش حمل كده يا ابني. استغربت، دي قلبت كأنها ممثلة. كنت هفتح بقي وارد، لكن فجأة لقيت فتحي بيبصلي بنظرة شك وغضب، وقال لي بصوت هادي بس فيه نبرة لوم: طب انتي ليه ما قلتيش انك كسرتيه؟ حتى لو غصب عنك ليه تخبي؟ هنا الدم غلي في عروقي، ازاي بيصدقها من غير ما يسمعني؟ حاولت اتكلم لكن حماتي ما سابتنيش، قعدت تحكي سيناريو كامل عن ازاي دخلت المطبخ وانا متعصبه ورميت الطبق بايدي. بايدي انا رميت الطبق بايدي.
هو أنا بمشي وأنا نايمة ولا إيه؟ وفتحي صدق. ساعتها حسيت إن خلاص فاض بيا الكيك، مفيش فايدة، مهما عملت هفضل متهمة دايما. فدخلت الأوضة وقعدت على السرير ولا دموعي بتنزل غصب عني. كنت بحاول أكون قوية، بس بصراحة حسيت إني وحدة خالص، لوحدي في بيت كله عليا، وكله شايف إن أنا اللي غلطانة، أنا اللي وحشة. هو حق الزوجة تبقى وحشة بعد ما نتعب في البيت وتكنس تطبخ وتمسح، والآخر أمه تيجي هنا هي مش مفكرة نفسها، أو ما كانتش زي بالظبط وقت ما كانت برضو عندها حما، كانت تقبل إن هي تعملها كده؟ ولا لو كان عندها بنت كانت تقبل إن بنتها تتعامل بالطريقة دي؟ أنا بصراحة تعبت جدا. بعد شوية فتحي دخل ولقاني بعيط، قرب مني وقال: هبة، ما تكبريش الموضوع، هي ماما بس زعلانة شوية، انتي عارفة غلاوة الحاجات اللي ليها ذكريات عندها. بصيت له بعيون مليانة قهر وقلت: فتحي، انت مصدق فعلا اني كسرت الطبق؟ سكت ومعرفش يرد، وسكوته وجعني اكتر من اي كلام. هنا عرفت ان مشكلتي مش مع حماتي بس، مشكلتي مع جوزي اللي مش شايف الحقيقة، واللي دايما شايفني غلطانة حتى لو ما عملتش حاجة. وهنا قررت حاجة مهمة جدا، قررت اني مسكتش، قررت اني اثبت نفسي حتى لو الدنيا كلها شايفاني غلطانة، حتى لو فتحي نفسه مش مصدقني. انا مش ضعيفة ومش هسمح لحد يكسرني حتى لو كانت حماتي. لكن برضو انا مش غبية، عارفة ان اي مواجهة مباشرة هتخلي الامور اسوأ، وفتحي مش هيساندني ضد امه. فالحل الوحيد اني اتعامل بذكاء. تاني يوم صحيت بدري قبل اي حد، ودخلت المطبخ، جهزت الفطار ووضبت البيت، كل البيت، عشان ما يبقاش عندها فرصة تشتكي مني قدام فتحي. كنت عارفة انها مش هتبطل تستفزني عشان تموتني، عشان تفظني، عشان تضطرني ان انا اطلب الطلاق، بس مش هنفذها اللي هي عايزاه. وقررت اني ما اديهاش فرصة. ما كملتش نص ساعة ولقيتها داخلة المطبخ. وقفت وبصيت لها، فبصت حواليها كأنها بتدور على الغلطة، لكن منقتش. فرفعت حاجبها وقالت: ايه النشاط ده؟ مش متعودة عليكي كده يعني، حد قالك اني براقبك ولا حاجة؟ ابتسمت وقلت: لا طبعا، بس حسيت اني مقصرة شوية وقلت اساعدك اكتر. بصت لي شوية وكأنها بتحاول تفهم انا بلعب لعبة ولا بجد، وبعدين قالت: طب طالما نشطة كده، شوفي الغسيل اللي في البلكونة، لميه وكويه، وبعدها انزلي السوق هاتي الطلبات. السوق؟ قلبي وقع في رجليا. انا عمري ما نزلت السوق لوحدي، مش متعودة على زحمة الستات ونداءات البائعين، لكن بصيت لها وقلت: ماشي يا ماما، اللي تأمري بيه. وقفت مصدومة من ردي، كأنها مستنية اني ارفض عشان تزعقلي قدام فتحي. لكن لما وافقت لقيتها ساكتة ومش عارفة تقول ايه. خلصت اللي ضربته ورجعت من السوق تعبانة، لكن راضية عن نفسي. على الأقل محدش يقدر يقولي محاضرة وإني مقصرة. لكن للأسف مهما عملت حماتي ما كانتش هتسيبني في حالي، كانت بتجهز لي أيام سودة، وأنا ما كنتش عارفة اللي مستنيني. الأيام اللي بعدها كان زي اختبار، كل يوم بحاول أثبت نفسي، وكل يوم حماتي بتدور على أي غلطة عشان تفضل ماسكة على أي حاجة. كنت بحاول أكسبها بالمعاملة الطيبة، لكن واضح إن مفيش فايدة. في يوم بعد ما خلصت كل الشغل اللي طلبته مني، كنت أدخل على أوضتي أرتاح شوية، لقيتها دهت عليا بصوت عالي: هبة، انتي رايحة فين؟ قلت هدخل أريح شوية يا ماما، خلصت كل حاجة والله. أريح؟ هو أنا عندي شغال هنا ولا ايه؟ روحي شوفي الغسيل اللي في الحوض واغسليه بإيدك، مش كله يتعمل على غسالة، مش كله يتحط فيها، في حاجات لازم تتغسل على الإيد. قلبي وقع، رجلي كانت بتوجعني من الوقفة، لكن ما كانش ينفع أرفض، لأني لو رفضت هتقوم بدورها وتعمل فيها الضحية قدام فتحي، وتقول له إنها شايلة كل شغل البيت،
لوحدها. دخلت الحمام، بدأت أغسل الغسيل على إيدي. كنت حاسة بوجع في ضهري، لكن حاولت مبينش كسرتي وتعبي. بعد ساعة كنت خلاص مش قادرة أقف. طلعت لقيتها قاعدة في الصالة بتتفرج على التلفزيون. مجرد ما شافتني قالت: ايه، خلصتي؟ طيب هاتيلي كوباية شاي. كنت على وشك الانفجار، لكني غصبت نفسي على الابتسامة وقلت: حاضر يا ماما. دخلت المطبخ ودموعي كانت على وشك النزول. حسيت اني عاملة عندها، مش مرات ابنها، ولا حتى واحدة ليها احترام في البيت ده. بس برغم كل ده كنت حاسة ان في حاجة غريبة. حماتي كانت متسلطة، لكن بقت بتضغط عليا زيادة عن اللزوم، كأنها تستفزني عشان أسيب البيت، أو كأنها بتجهز لحاجة أكبر. لكن وقتها ما كنتش أعرف إن التفكير ده كان صح، وإن المصيبة الحقيقية لسه قدام. اليوم اللي بعده كان من أسوأ الأيام اللي عدت عليا. صحيت بدري كعادتي، نزلت السوق، رجعت عملت الفطار، وبعدها بدأت تنظيف الشقة. كنت متعودة على التعب، بس المرة دي حماتي زودتها عليا بطريقة مستفزة. بعد ما خلصت غسيل المواعين، نده عليا بصوت عالي كل الأوامر: هبة، خدي الهدوم اللي في الباسكت واغسليها على ايدك، مفيش حاجة تدخل غسالة النهاردة. بصيت لها باستغراب: احنا عندنا غسالة شغالة وزي الفل، ليه بقى لازم اغسل على ايدي؟ قلت لها بحذر: بس يا ماما، الغسالة أسرع وهتخلي الغسيل أنضف. رفعت حواجبها وقالت بجملة قطعت أي نقاش: انت جاية تعلميني ولا تعلميه؟ اللي أقولك عليه تعمليه من غير كلام، وإلا. ما كانش عندي اختيار. دخلت الحمام وبدأت أغسل الهدوم واحدة واحدة، والصابون نشف ايدي وكتافي وجعوني من العصر. بس ما كنتش عاوزة اشتكي عشان ما يبقاش ليها أي حاجة. بعد ساعتين كنت مخلصة، طلعت على الصالة. كنت حرفيا مش قادرة أقف. قعدت على الكنبة عشان أرتاح 5 دقايق، 5 دقايق بس. لسه ما طلعتش نفسي، سمعت صوت فتحي وهو داخل من الباب. وقبل ما الحق اقوم، لقيت حماتي قامت بسرعه، جابت المكنسه ومسكتها وبدات تكنس وهي بتضحك وتقول بصوت عالي: اه، يا ظهري، انا تعبت، الشغل النهارده قتلني. فتحي دخل وبص لها بقلق: مالك يا ماما، انتي كويسه؟ حطت ايديها على ظهرها كانها بتموت، وقالت: اعمل ايه بس يا ابني، البيت كله على دماغي، محدش بيساعدني، طول اليوم واقفة على رجلي. أنا كنت قاعدة مش مستوعبة هو ايه اللي بيحصل. أنا اللي شايلة البيت من الصبح، وهي دلوقتي بتدعي إن اللي عمل كل حاجة هي. بصيت لفتحي مستنية يقول حاجة، مستنية يسمعني، لكنه بصير نظرة عتاب وقال لي: طب ما تساعدي ماما شوية يا هبة، حرام عليكي على فكرة، ما تسيبيش كل حاجة عليها. وأنا حسيت إن الدم طلع لعيني. أنا اللي مش بعمل حاجة، أنا اللي متدلعة وقاعدة. بس للأسف الكلام مش هيفيد مع واحد عقله محكوم بأمه. فبلعت غضبي ودخلت الأوضة وأنا حاسة إن اللي جاي أسوأ بكتير. دخلت الأوضة وأنا حاسة بمرارة قلبي. قلبي كان بيدق بسرعة من الغضب، بس ما كانش في أي حاجة، ما كانش في ايدي أي حاجة أعملها. فتحت الشباك عشان أخد نفس عميق، لكن بدل ما أهدى لقيت نفسي بعيط من القهر. أنا بقيت خدامة في البيت ده، مش مرات ابنهم. بعد شوية فتحي دخل عليا، كان لسه متضايق وقعد جنبي على السرير وقال: هبة، ليه بتضايقي ماما كده؟ هي ست كبيرة على فكرة، وتعبت كتير، المفروض تعتبرها زي مامتك حتى على الأقل، المفروض تساعديها، مش تسيبها تشقى لوحدها. حتى لو هتشيل طبق أو طبقين، مش لازم تشيل البيت كله.
اعملي حتى لو حاجة بسيطة، على الأقل اسمك بتساعديها، مش تقعدي طول النهار على الكنباية بتتفرجي على التلفزيون زي ما هي بتقول. حرام عليكي، اعتبرها زي أمك، ترضيها على أمك. بصيت له بصدمة، مش مصدقة، مش مصدقة إني مقتنعة بالكلام ده. يا نهار أبيض. وقلت له بصوت مهزوز من القهر: أنا اللي بعمل كل حاجة في البيت، وهي في الآخر تاخد الفضل كله قدامك؟ انت ما خدتش بالك إني بقالي من السحور كله واقفة على رجلي؟ حتى الغسيل غسلته على إيدي بدل ما أحطه في الغسالة. هنا بدل ما يتعاطف معايا لقيته مكشر وبيقول: طيب ما انت عارفة إنها مش بتحب الغسالة، ايه يعني لما تراضيها شوية؟ حسيت وقتها إني خلاص أنا بتكلم مع حد مش شايف الحقيقة، حتى لو قدامه هو شايفني غلطانة مهما عملت، وأم مظلومة حتى لو بتدعي التعب. قمت من على السرير ومسحت دموعي بسرعة وقلت له: ماشي يا فتحي، أنا مش هقول حاجة تاني. خرجت من الأوضة ورجعت للمطبخ كمل الشغل. خلاص، مش فارقة معايا، بس جوايا حاجة بتقولي إن اللي بيحصل ده مش هيقف هنا. حماتي بتحضر لحاجة أكبر وأنا مش عارفة إيه اللي مستنيني. وفعلا اللي بعدها حصل كان أبشع بكتير مما كنت متخيلة. كانت بتجهز لمكيدة عمري ما كنت أتخيلها. الليلة دي ما نمتش، فضلت أفكر في اللي بيحصل، كل اللي بيحصل لي في البيت ده، وفي فتحي اللي عمره ما دافع عني ولا حس باللي بشوفه. كل مرة كنت بقول هصبر واتحمل، لكن خلاص حسيت إن روحي بتطلع. الصبح لما فتحي كان بيشرب الشاي قبل ما ينزل شغله، وقفت قدامه وقلت له بحزم: أنا مش قادرة أكمل كده، أنا مش خدامة، ولو الوضع ده استمر أنا همشي ومش هرجع تاني. بص لي بصدمة وقال: إيه الكلام ده يا هبة؟ إحنا هنفضل في المشاكل دي على طول؟ مشكلة؟ دي مش مشكلة، ده قهر. أنا مش قادرة أعيش كده، والعيشة اللي بالشكل ده مش عايزاها. ولو شايف إن ده طبيعي وإن مامتك عندها حق، يبقى أنا ماليش مكان هنا. كان واضح إنه اتوتر، ما كانش متخيل إني ممكن أتكلم بالشكل ده، لكنه قال لي بصوت هادي وكأنه بيحاول يطمني: طيب خلاص يا هبة، متتسرعيش، أنا هتكلم مع ماما وهتشوفي كل حاجة هتبقى كويسة إن شاء الله. مكنتش واثقة في كلامه، لكن اللي حصل بعدها كان مفاجأة حقيقية. حماتي اتغيرت تماما. في الأيام اللي بعدها بقيت بتتعامل معايا بحنية غريبة، مبقتش تزعقلي ولا تفرض عليا الشغل بالطريقة اللي كانت بتعملها قبل كده. بالعكس، بقت تساعدني في المطبخ وبقت تقولي: دي يا هبة، أنا هكمل إن انت تعبتي. عليه، انت تعبتي الفترة اللي فاتت. حتى فتحي لاحظ وقال لي يوم وهو مبسوط: شفتي اهو، ما بقت كويسة معاكي. كان كل الموضوع محتاج شوية وقت بس. أنا بقى كنت حاسة إن ده غريب، بس مع الوقت والأيام بدأت أصدق إن فعلا حماتي اتغيرت، وإنها يمكن كانت بتمتحن صبري أو حاجة زي كده. وعشان أكون صريحة، كنت مبسوطة بالتغيير ده. حسيت إن حياتي بقت أهدى بكتير. لكن للأسف كانت دي اللحظة اللي وقعت فيها في الفخ. بعد أكتر من أسبوع لما خلاص اطمنت لحماتي وبقيت شايفاها ست طيبة، كانت هي بتجهز لخطوبة عمرها. الليل اللي عمري ما هنساه. الأسبوع اللي فات كان زي الحلم، أول مرة أحس إن البيت هادي وإن حماتي بقت ست طيبة، بقت بتعاملني بحنية وتساعدني في شغل البيت. وحتى لما كنت بكون تعبانة كانت بتقولي: اقعدي يا هبة، أنا هعمل كل حاجة، انتي بنتي مش عاوزاكي تتعبي. الكلام ده كان بيدفيني. كنت حاسة إن خلاص كل اللي فات كان مجرد فترة صعبة وعدت، وإن الأيام الجاية هتكون أحسن. لكن للأسف أنا كنت ساذجة. كنت فاكرة إن الدنيا لما تبتسم لي يبقى خلاص مفيش حاجة وحشة جاية. لكن الليلة دي فهمت إن الطيبة اللي شفتها كانت مجرد من خطر لمصيبة أنا ما كنتش مستعدة فيها. الليلة اللي عمري ما هنساها
كنت قاعدة في الصالة وحماتي دخلت بكوباية عصير باردة وقالت لي بابتسامة دافية: خدي يا حبيبتي اشربي العصير ده، الجو حر وانتي تعبانة اليوم ده، طول اليوم تشتغل على رجلك. وقعدت تتكلم معايا عن فتحي وعن المصاريف ومش عارفة ايه، وانا قاعدة اشرب في العصير. فجأة حسيت ان دماغي بتلف، مش عارفة ليه. قلت لها: تسلمي يا ماما، والله انا مش عارفة من غيرك كنت اعمل ايه. وبعد ما شربت العصير كل دفعة واحدة كان طعمه عادي منعش، بس بعد اقل من 5 دقايق عينيا بدأت تقفل وتقفل وتقفل، كيسي بقى تقيل ودماغي بتلف. حاولت اقف لكن رجليا مش شايلاني. قبل ما الدنيا تضلم قدامي اخر حاجة شفتها كانت وش حماتي وهي واقفة فوقي وعليها ابتسامة غريبة، ابتسامة انتصار. انا وقعت في الفخ، بس ما كنتش اعرف ان اللي جاي اسوأ بكتير. صحيت على احساس غريب، دماغي تقيلة، جسمي مشلول، وكل حاجة حواليا ضبابية. حسيت اني مش فاهمة انا فين ولا ايه اللي بيحصل. حاولت احرك ايدي بس كأنها مربوطة او مش بتسمع كلامي. وفجأة سمعت صوت حد بيتكلم، صوت حماتي بس كان بعيد، كانت بتوشوش حد. حاولت افتح عينيا كويس والدنيا بدأت توضح معايا شوية بشوية. كان في راجل نايم جنبي على السرير. لحظة، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ مين الشخص ده؟ انا في كابوس ولا دي حقيقة؟ حاولت اصرخ بس صوتي كان محنوق، جسمي مش قادر يتحرك كويس، بس قلبي كان هينفجر. الخوف اتملك مني. بصيت ناحية الباب ولقيت حماتي واقفة هناك بصلي بابتسامة خبيثة. وقتها كل حاجة اتجمعت في دماغي وفهمت المصيبة اللي أنا فيها. هي حطتلي منوم في العصير الساقع اللي هي جابتهولي وحطتهولي بإيدها، وجابت الراجل ده علشان لما فتحي يشوفني يفتكر إن خنته. يا نهار اسود، كان لازم اتحرك، لازم كان لازم اعمل اي حاجة قبل ما الكارثة تحصل. حاولت اقوم بس جسمي كان تقيل، كأن الدم مش بيوصل لأطرافي. سمعت صوت خطوات، كان صوت فتحي داخل البيت. يا ربي، لازم اتصرف، لازم اتصرف قبل ما يشوفني بالشكل ده. سمعت صوت مفاتيح بتترمي على الترابيزة، صوت خطوات فتحي داخل الأوضة. قلبي كان بيدق بسرعة ولسه جسمي تقيل مش قادر يتحرك. كل اللي كنت قادرة عليه إني أبص لفتحي، أبص ناحية الباب. واللحظة اللي كنت خايفة منها حصلت. فتحي دخل وشاف المنظر، وقف مكانه، عينيه وسعت ووشه اتلون بألف لون. لحظة سكون قتلة وبعدها انفجر. ايه ده؟ ايه المصيبة دي؟ حاولت اتكلم، حاولت اقول اي حاجة، بس صوتي كان محنوب، لساني تقيل كأني لسه تحت تأثير المخدر. فتحي قرب بسرعة ناحية السرير، عينيه مولعة بالغضب، وبدأ يهزني بعنف. انت كنت بتعملي ايه هنا؟ مين الراجل ده؟ الراجل اللي كان جنبي بدأ يفوق هو كمان. أما هو عامل نفسه مذهول وقال بصوت متلجلج: أنا 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 مش عارف ايه اللي حصل، كنت جاي أصلح حاجة وفجأة لقيت نفسي هنا. تمثيلية حقيرة. بصيت ناحية الباب، لقيت حماتي واقفة وعاملة وش مصدوم وحاطة ايديها على بقها كأنها مش مصدقة، وقالت بصوت كله قهر مصطنع: لا حول ولا قوة إلا بالله. هي فضحتي، ده احنا ناس شرف، ازاي تعملي كده يا هبة؟ انت دمرتي بيتك. عيوني مليانة دموع وقلبي منفجر من الظلم. حاولت أصرخ، أحلف، أقول أي حاجة، بس صوتي كان ضعيف، مش طالع زي ما المفروض. كنت بحاول أقوم أمسك فتحي أفهمه بس إيه ضعيفة
وهو كان خلاص فقد عقله. انتي طالق، طالق يا هبة، طالق، فاهمة؟ طالق بالتلاتة. الدنيا نفت بيا، انا وقعت في الفخ. انتي طالق يا هبة، طالق بالتلاتة. الكلمات دي دوت في وداني زي الرصاصة. جسمي كله اتجمد ودماغي مش قادر يستوعب ان ده بيحصل. حاولت اتكلم، اصرخ، بس لساني مربوط، دموعي نازلة من غير صوت. انا اتطلقت، انا اتطلقت وانا بريئة. بصيت لفتحي، كنت متعلقة بأي بصيص أمل. يمكن يرجع نفسه، يمكن يسمعني. بس مناخه كانت مليانة غضب واشمئزاز. كان شايفني خاينة، وده أكتر شيء وجعني. أما حماتي فكانت واقفة في الخلف، خلف كل التمثيلية دي، وعينيها بتلمع، بتلمع بانتصار. قربت مني ببطء وحطت ايديها على صدري وكأنها متأثرة، وقالت بصوت كله تمثيل: كنت زي بنتي، ودي نهايتك. ازاي عملتي كده في نفسك وفي جوزك؟ انا انا كنت عارفة الحقيقة. انا عارفة ان دي كلها مكيدة، وانها هتفضل لكل حاجة. بس ازاي هثبت ده؟ فتحي شايف كل حاجة بعينه، ومش هيصدق غير اللي شايفه. الراجل اللي جابته كان واقف عامل نفسه مرتبك، وكأن الموقف غامض عليه، كأنه هو كمان كان في نفس المكان معاه، كأنه عمل كده فعلا. لكنه ما اتكلمش، وساب حماتي تكمل تمثيليتها القذرة. قربت من فتحي، مسكت ايده، قالت له: معلش يا ابني، سيبها، دي واحدة كلبة. قربت منه، مسكت ايده رغم ان جسمي كان بيرتعش، وقلت له بصوت يائس: فتحي، اسمعني، اقسم بالله العلي العظيم دي مكيدة. انا ما عملتش حاجة، انا حتى مش عارفة الراجل ده مين. انا كنت نايمة وصحيت لقيت نفسي في الوضع ده. اسمعني بالله عليك. لكنه شد ايده من ايدي وبص لي بعيون مليانة حقد، وقال بصوت مكتوم من الغضب: كفاية كدب، انا شفتك بعيني، عشرتنا انتهت، وانا مش ممكن اعيش مع واحدة زيك. وقتها عرفت ان معركتي خلصت قبل ما تبدأ. انا خسرت كل حاجة. حماتي انتصرت وقدرت تطردني من حياته، تطردني من حياته من الأبد. لكن هي دي النهاية اللي هتفضل الأبد، ولا الأيام محبية لي حق اللي طار؟ كل اللي حصل كان ظلم وقهر، لكن هل دي نهايتي، ولا لسه الأيام محبية لي مفاجأة محدش يتوقعها؟ استنى الجزء الجاي، لأن اللي جاي أقوى بكتير جدا. شكرا جدا إنكم وصلتوا للحتة دي في الفيديو، وعشان أكافئكم وعشان نبقى عاملين حاجة ناخد ثواب عليها تكون صدقة جارية، أنا هقول لكم حديث وهنفسره بطريقتي. دلوقتي هفسر لكم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلي عليه يا بخيل، بس بطريقة مختلفة، طريقة تحسها وتفهم معناه من غير ما تنساه. تخيل، تخيل إنك في أوضة ضلمة تماما، مش شايف أي حاجة، مش عارف ده فين، ولا حتى أنت واقف فين بالظبط. بتحاول تتحرك لكن رجلك تتعثر، بتقع، بتحس بخوف رهيب وضياع ملوش آخر. عارف ده شبه إيه؟ ده بالظبط حال الظالم يوم القيامة. كل مرة ظلمت فيها حد، سواء بكلمة جارحة أو بحق أخدته من حد مش حقك، أو حتى بتجاهل شخص كان محتاج مساعدتك، كل ده بيضيف ظلام فوق ظلام حواليك لحد ما تلاقي نفسك غرقان في الضلمة، لا شايف طريق ولا عارف تخرج، ولا حد هينقذك. زي ما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ممكن واحد فينا يقول كلمة عادية خالص ويحسها إن هي عادية، بس هي تكون ظلم، وهو مسكين يا عيني مش عارف، في الآخر يبقى يوم القيامة ظلمة بالنسبة له. ودي مصيبة،
فلازم نكون عارفين احنا بنقول ايه وبنعمل ايه، ومش اي حد يتقاله اي كلمة. لازم نكون واخدين بالنا وعارفين هل الكلام ده احنا نرضاه عن نفسنا ولا لا. في حل واحد وهو العدل. كل موقف تختار فيه العدل بدل الظلم، كل مرة تفضي فيها الحق لصاحبه، كل مرة تمنع أذى عن حد، بتولع نور في حياتك، والنور ده هيفضل معاك ينور لك طريقك يوم القيامة، بدل ما تبقى في ظلمات ملهاش آخر. السؤال ليكم، عمرك اتظلمت قبل كده؟ كان إحساسك إيه؟ إيه أول حاجة هتعملها النهاردة عشان تبقى من أهل النور مش من أهل الظلم؟ وكمان عندي سؤال ليكم، سؤال صعب لمحبي المعلومات العامة. إيه هي الدولة اللي اسمها بيبدأ بحرف الألف وبينتهي بحرف الألف وموجودة في قارة أفريقيا؟ اللي هيجاوب على صح اسمه هيكون معايا في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام. صلى على النبي قبل ما تمشوا. مع السلامة.